تخيل تبني مبنى ارتفاعه أكتر من 140 متر. لحد النهاردة محدش عارف يعمل زيه من غير معدات حديثة. إزاي المصريين القدماء عملوا كده؟ في البداية أهرامات الجيزة مش أول أهرامات اتبنت، ولكن هي أعظمهم. واللي بنى الهرم الأكبر هو الملك خوفو ابن الملك سنفرو، وقال أنا هعمل حاجة عمر ما حد عملها قبلي ولا هيعملها بعدي، وبنى الهرم الأكبر بأكتر من 2 مليون حجارة، وحجم الحجر الواحد كان أكتر من 2.5 طن. وجه الجيل اللي بعده وهو كان ابن الملك خوفو الملك خفرع، وأمر ببناء الهرم التاني في الجيزة وهو هرم خفرع الهرم الأوسط. وفي نفس الفترة اتعمل تمثال ضخم جدا اللي بنسميه النهاردة تمثال أبو الهول، واللي بيعتقد إنه كان بيحمي الأهرامات. في علماء بتقول إن اللي بناه هو الملك خفرع. جه الملك منقرع أو منقورع، وهو ابن الملك خفرع وحفيد الملك خوفو، وبنى الهرم الأصغر. وكان الهرم أصغرهم، ولكن كان شكله مختلف لأنه غطى الجزء السفلي بحجارة الجرانيت الأحمر الغالية، وده يدل على إن الفخامة والجودة عندهم أهم حاجة. طيب كانوا بينقلوا الحجارة دي إزاي؟ كانوا بيستخدموا زحافات خشبية وبيحطوا مية على الرملة عشان تسهل الحركة. وأشهر نظرية بتقول إنهم استخدموا منحدرات عشان يطلعوا الحجارة لفوق تدريجيا. واللي بنوا الأهرامات ما كانوش عبيد، دول كانوا عمال مهرة بيشتغلوا بإخلاص للوطن، وكانوا بياخدوا أكل وسكن ورعاية، وليهم مقابر جنب الأهرامات. الغريب بقى إن الأهرامات مبنية بدقة رهيبة واتجاهات مظبوطة مع الجهات الأربعة بشكل يخلي العلماء لحد النهاردة منبهرين. يعني مش بس بنوا الأهرامات، ده كمان بنوها بذكاء ودقة مش طبيعية، ولسه في أسرار كتير مستخبية.